ظهرت الآن نتيجة رياض الأطفال لمحافظة القاهرة. فعشان تستعلم عن النتيجة بتخش على الموقع اللي أنا أكون سايبه لكم في أول تعليق، وتنزل شوية هتلاقي رياض الأطفال. هتدوس على كلمة رياض الأطفال، بعد كده تنزل تحت شوية هتلاقي كلمة استعلام، هتدوس استعلام. بيقول لك دفع المصروفات بالمدرسة أو بالبريد في غضون 15 يوما، يعني في حدود 15 يوم من تاريخ إعلان النتيجة، وإلا سيتم إلغاء التقديم. يعني لازم تدفع في خلال 15 يوم. لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر من محافظة القاهرة فقط. يبقى لازم ولي الأمر تكون بطاقته تبع محافظة القاهرة. لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي. يعني ما ينفعش إن أنت تعدل أو تحول في نفس السنة، يعني ممكن تحول السنة الجاية. ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة مقابل بها المقبول بها الطفل. يعني ما ينفعش إن أنت تدفع أي فلوس رسوم للمدرسة اللي هي تبرع والكلام ده. لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم، يعني مفيش تأشيرات ولا الكلام اللي أنت مثلا لا سنها نحاول إن احنا نقدم لها السنة المرحلة دي والكلام ده، مفيش الكلام ده. تستنى المرحلة بتاعتك على حسب السن بتاعها، بتاع ابنك أو بنتك. لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو إلكترونيا. بعد كده بتكتب الرقم القومي بتاع الطفل هنا وتدوس بحث. بيجيلك 3 حاجات: لا يجيلك ان انت تستنى يرجى انتظار المرحلة القادمة يوم 15/9/2025، يبقى انت تستنى المرحلة التانية اللي هي يوم 15/9، تبدأ تخش بنفس الخطوات وتشوف النتيجة. إذا قبلت المرحلة دي اللي هي التانية تمام، ما قبلتش هتستنى المرحلة التالتة. أو تجيلك إن أنت تدفع عن طريق اللي هو الكود الفوري، فلازم تروح تدفع عن طريق كود فوري. تمام، تدفع 115 جنيه، وبعد كده ترجع تاني للموقع هتلاقيه اللي هو تم قبول طلبك، تم قبولك بالمدرسة بقى اللي انت كنت مقدم فيها اللي انت مختارها. تمام، بس اهم حاجة بيقول لك يرجى طباعة صفحة القبول والتوجه الى المدرسة المقبول بها خلال الفترة من 17/8/2025 حتى 1/9/2025، وذلك لتقديم الملف ودفع المصروفات، وإلا يعتبر القبول لاغي. فلازم انت قبل يوم 1/9 تكون دافع ومقدم الملف ومخلص كل حاجة. واذا وصلت معايا لغايه هنا اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان اي تحديث جديد بينزل بننزل فيديو بيه.